جريدة الحلم العربي من هنا من داخل قاعة مديرية الشباب والرياضة مع الدكتور هاني سعيد عميد كلية التربية الرياضية ومدير قطاع الناشئين السابق بنادي طنطا. وأنا برحب حضرتك بجريدة الحلم العربي، اهلا وسهلا. وزدت المكان مقاما مع بوجود الكابتن مجدي الناشئ ومحمد السباعي. شكرا، شرف ليا طبعا في وجودي في مثل هذا المكان الجميل، ومع كوكبه من المدربين المتميزين في المنطقه الغربيه لكره القدم. وطبعا بوجه الشكر طبعا لرئيس المنطقه الدكتور كابتن باشمهندس مجدي ناشد على طبعا دعمه اللامحدود للمدربين، وان هو بيحاول بقدر الامكان انه يرفع من مستوى المدربين من الناحيه الفنيه، ومتواصل معاهم دايما، وخير ان شاء الله باذن الله. الدورة برضه تحت إشراف حضرتك في وجود حضرتك والدكتور أحمد هنيدي والدكتور مصطفى المغربي. الدكتور منصور منصور المغربي آسف. هو الباشمهندس مجدي طبعا تواصل معايا عشان نعمل بلان للدوره دي، وانا حددنا المواضيع، اللي هو الموضوع اللي هو كان قايم بيه الدكتور احمد هنيدي كان الاعداد البدني للاعبين، والدكتور منصور كان بيتكلم عن خطط اللعب وطرق اللعب وتطويرها، وانا اتكلمت عن الاستراتيجيه في اعداد المدرب نفسه الخاصه بكره القدم. كلمة حضرتك أخيرة توجهها لمدربين كرة القدم في مصر عموما، حضرتك برضه محاضر دولي في الفيفا والكاف. انا بواجههم دايما ان الكره كل يوم فيها جديد، والناس ما تقفش عند مرحله معينه، لازم يعرف ايه الحاجات التطورات الحديثه في الكره، لان كل يوم في جديد في التدريب، فلازم المدرب يطلع ويطور من نفسه اول باول، علشان ان شاء الله كل مجتهد النصيب باذن الله، ان شاء الله باذن الله. ما ينفعش اتكلمش عن نادي طنطا، حضرتك كنت مدير سابق بس مش وقته. وبشكر حضرتك على الحوار، بس كان لازم، بس يعني لازم يكون لنا لقاء ان شاء نتحدث فيه الله، عن نادي طنطا. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله. حبيبي شكرا يا دكتور. تحت امرك، شكرا.